فجأة انطلق مخلوق فضائي فضي من الغابة مما أرعب المرأة. لم تكن تتوقع أبدا أن أجهزة الكشف حددت موقعها بدقة. من أجل حماية نفسها حاولت المرأة تشغيل أجهزة الدفاع، لكن تم إيقافها عندما اقترب المخلوق الفضائي. استخدمت المرأة قدراتها الخارقة لتفعيل درع الطاقة، ولم تتوقع أبدا أن يخترق الدرع. وصل الرفيق في الوقت المناسب. أوقفته المرأة بعدما اكتشفت أن المخلوق الفضائي الفضي لم يكن عدائيا. سألت المرأة عن سبب قدومه إلى الأرض، ولم تتوقع أن يجيب بأنه أرسل لتدمير الأرض. رغم أنه لا يرغب في ذلك، إلا أنه مضطر للامتثال لأوامر. اكتشف المخلوق الفضائي أن قائده أصدر أمرا بإطلاق قنبلة نووية، وعندما شاهد القنبلة تقترب أسرع لحماية المرأة، مستخدما لوحة تزلج لامتصاص القنبلة. هذا التصرف أغضب القائد بشدة، فأمر بإطلاق وابل من القنابل النووية دفعة واحدة. لكن الرجل المعدني تصدى لها جميعا، مما أدى في النهاية إلى تدمير القوة العسكرية بالكامل.